حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو الممتاز، والذي نفرد فيه المساحه اليوم لتحليل ونقل مباراه الجوله الثانيه من دورنا، والتي ستجمع الاخضر بضيفه الصداقه على ملعب شيخ الشهداء بمدينه البيضاء. في البدايه ارحب بضيفي استوديو الممتاز، والبدايه بالمحلل الرياضي تيسير البوعزي. انسنا ونورتنا تيسير. مرحبا بك، ظهيره طيبه لك استاذ فؤاد، وتحيه لكل العاملين في قناه الوطنيه وايضا الاداره. هذه القناه اللي انا نقول بانها هي ولدت في مرتين بصراحه، اتمنى لها ان شاء الله التوفيق في هذا الموسم بعد الاطلاله الرائعه اللي اظهرتها خلال مواكبتها للدوري الممتاز، وسيكون القادم اروع بعون الله. كابتن تيسير، على يساري المدرب الوطني فؤاد شقوارة. انسنا ونورتنا. مساء الخير ليك فؤاد ولكل تيسير ولكل مشاهدي قناه البيضاء الوطنيه، وان شاء الله يعني بدايه موفقه للقناه لنقلها الدوري الممتاز. ان شاء الله نشوفوا الافضل والاحسن، وان شاء الله نشاهدوا دوري قوي السنه هذه ان شاء الله. ان شاء الله بعون الله. اذا مشاهدينا، كما قلنا فريقين من الجبل الاخضر سيتنافسان في لقاء سيكون عنوانه البحث عن اول انتصار خلال منافسات هذا الموسم، حيث سيستضيف ملعب شيخ الشهداء لقاء الأخضر وجاره الصداقة. كيف كانت تحضيرات الفريقين لهذه المباراة؟ نتابعها في سياق التقرير التالي، ومن ثم لنا عودة للحديث والتحليل مع الكباتن في استوديو الممتاز. نتابع. بعد موسم شاق أخفق من خلاله العنيد الأخضر في بلوغ سداسي التتويج، يعود لهذه النسخة من دورنا بعزيمة جديدة وطموحات أكبر، شأنها أن تلبي أمنيات الجماهير الخضراوية التي لا زال حلم التتويج بلقب الدوري يراودها. في أولى الجولات اصطدم هذا الطموح بتعادل مخيب، لكنه ليس أمام خصم سهل على الإطلاق، بل أمام ضيف ثقيل يدعى النصر. فاقتسم الفريقين نقاط المباراة، ليعلن الأخضر عن نقطة بداية جديدة له في الدوري من الجولة الثانية بالتحديد، حينما يستضيف جاره صداقة في مواجهة عنوانها لكلا الفريقين تصحيح المسار. فالأخضر يسعى من خلال زاده البشري في كافة خطوطه بقيادة مدربه التونسي أنيس الباز لتحقيق أول علامة كاملة ووضع العجلة على سكة الانتصارات. أما الصداقة فضرب الحفاظ على مكان وجوده في الدوري الممتاز يبدأ بخطوة هذه المواجهة من خلال كبح جماح الأخضر وخطف نتيجة مرضية، خصوصا أن الجماهير ستكون متواجدة بقوة على ملعب شيخ الشهداء في البيضاء. إذن طبعا هذه القراءة لمواجهة الأخضر مع ضيفه الصداقة في ثاني جولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لحساب المجموعة الثانية. أبدأ معك تيسير. مواجهة عنوانها البحث عن أول 3 نقاط في نسخة هذا الموسم، قراءتك لهذه المباراة؟ نعم، اسمح لي بس في البداية نرحب بالكابتن فؤاد، أنا ما حبيتش نرحب به، حبيتك أنت ترحب به قبلي، وحابين بس يعني نعطوه التحية، لأن كابتن فؤاد طبعا أهدى لينا واحد من الفرق يعني الوليدة الجديدة في دوري الممتاز اللي هو نادي الملعب الليبي، فنحيوه بصراحة. كابتن طبعا معروف سواء كان لاعب أو مدرب، فتحية ليك أستاذ فؤاد. بخصوص طبعا مباراة اليوم، أنا حاب يعني ندير مقارنة في البداية، طالما نحن نتكلموا على المجموعة الأولى اللي هي في المنطقة الشرقية. أنا أعتقد بأن هذه المجموعة سواء كان حتى بناء عليه الموسم اللي فات، فهي كانت يعني مجموعة غزيرة بالأهداف، الشيء اللي يدل بأن يعني معظم الفرق والأجهزة الفنية لهذه الأندية كان مهتمة بالشق الهجومي أكثر، فحتى معدل التهديف فاق الهدفين 1 في كل مباراة الموسم اللي فات، على عكس المجموعة الثانية اللي هي غربية اللي ما تعداش 1.4 في كل مباراة كتهديف. فهذا يعني بأن احنا اليوم المفروض نشوف مباراة يكون فيها معدل لا بأس به من التهديف، على الرغم من أن الأخضر تعادل سلبيا في المباراة الأولى، لكن أنت تعرف الجولة الأولى دائما فيها الحسابات يعني أكثر من أي جولة ثانية، لأن الفريق مش حاب أنه هو يتعثر معنويا، الأمر يعني يكون مهم جدا للفريق. بالإضافة لأن الصداقة مع مدرب جديد بعد يعني فك الترابط مع المدرب ناصر الحضيري، الأمر اللي يعني أعلن النادي من خلاله أنه هو كان في سوء تفاهم في بنود العقد ما بين الطرفين.
الا ان المدرب التونسي الجديد اللي يحسب لاداره نادي الصداقه ان هي اسكندر القصري. اسكندر القصري تمكنت من ان هي توجد يعني حل في فتره زمنيه وجيزه، وهذا يدل على ان ادارات الانديه الليبيه اصبحت تتطور شيئا فشيئا في اداره الازمات، لان شئنا ام ابينا نادي الصداقه تعرض لازمه كبيره يعني فك ترابط بينه وبين المدرب في اول جوله حساس. طبعا. فيعني الجوله الاولى ما نبوش نحسبوها على الصداقه لان ما كانش الوضع ملائم. حاليا حيبدا يعني موضوع اليوم في اختبار حقيقي الحساب لفريق الصداقه مع فريق طبعا مرشح الى انه هو يكون من ضمن الثلاثه الاوائل. الفريق الاخضر قوي جدا، يحاول انه هو يعني يسعى ل يعني مسح الاخفاق نتاع الموسم اللي فات لانه ما تاهلش للسداسي، وبالتالي المباراه حتكون يعني اعتقد انها هي قويه جدا خاصه هجوميا. طيب كابتن فؤاد، ابدا معك من حيث انتهى تيسير. مدرسه تونسيه لاقت او تمكنت من صنع النجاح الموسم الماضي مع فريق الاخضر بوصوله لمجموعات الكونفدراليه، ولكن في المقابل مع الكابتن سمير شمام الفريق فشل في الوصول لسداسي التتويج. الآن مدرسة تونسية بقيادة أنيس الباز اللي ليه طبعا تجارب كبيرة في دورينا، كيف تشوف في حظوظ الأخضر في مباراة اليوم خصوصا بعد التعادل مع النصر في أولى المباريات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن نختلف شويه مع تيسير في خصوص يعني ان الانديه الليبيه بدات يعني تتطور من ناحيه ذريه، يعني ما اعتقدش شكل من خاصه الخطا اللي وقع فيه نادي الصداقه بإقالة المدرب في أول جولة. هو اعتقد المدرب سوء تفاهم. المدرب حسب علمي ان المدرب ناصر الحضيري اشترط عليهم شروط يعني، فاستمر في تدريباته في اعداده، فما وفروا نادي الصداقه ترك الفريق. فهذه مشاكل ذريه. بالعكس انت لما مدرب عدك الفريق نوعا ما، يعني نحن نقول يمكن حوالي 20 يوم ولا شهر قاعد مع الفريق ناصر الحضيري، نقولوا نسبيا عدى الفريق شويه يعني على الاقل، حتى من الناحيه البدنيه شويه ومن ناحيه حتى انسجام اللاعبين. يعني من المفترض يعني حسب وجهه نظري ان وخاصه قبل المباراه الماضيه امام التعاون يمكن 3 أو 4 ايام، يعني مده قصيره جدا كانت. يعني نحبذ يعني أربكت حسابات الفريق، نحبذ يعني التعاقد مع مدرب على الاقل، حتى هم كانوا راغبين في مدرب اجنبي يكون مدرب من المدربين اللي كان له تجربه سابقه مع الفريق بصفه عامه، بغض النظر عن الصداقه، على الاقل يعرف كيف يتعامل مع الدوري. فهذه ربكته. وشفنا حتى المباراه الماضيه قدام اللي انهزم فيها امام التعاون، يعني الفريق شكله متشتت، يمكن باستثناء يمكن بدايه المباراه سجل هدف هو، ولكن فريق التعاون خد اسبقيه. الفتره هذه ان شاء الله يكون المدرب التونسي الجديد اللي على الاقل اسكندر القصري، الكابتن اسكندر لملم اوراق الفريق ويقدر يخوض المباراه هذه، يعني نقولوا مهما كانوا حتى الفتره قصيره، ولكن نقولوا فتره معقوله شويه. خصوص سؤالك على الفريق الاخضر، الفريق الاخضر طبعا احنا من ضمن الاشياء الحتيه اللي نحكوا عليها الاداريه اللي اخطا فيها النادي الاخضر باقاله سمير شمام. معلش انت توا 3 سنوات او موسمين معاك كون لك فريق وصلت به مرحله متقدمه، في اخفاق ما انت يعني ثقيله وسبعه، فبعد الاقاله نذكر فيها صار دروب لفريق الاخضر. حتى كان نذكر فؤاد الموسم الماضي بدايه الاخضر كان كويس، بدايه الدوري التعثر كان في الجانب الافريقي في الذهاب، في البطوله الافريقيه، في الدوري الممتاز الموسم الماضي. البدايه كانت طيبه كانت كويسه الاخضر، ومجرد التعثر الافريقي تغير المدرب صارت مش معنى هذا حتى اللي بعد وجود المدربين لا، ولكن يبدا خاصه الفريق بدا في انسجام، وايضا يعني حتى من ناحيه الاستقرار الفني للفريق من ناحيه التشكيله، فهذا هو اللي خلى فريق الاخضر ما يظهرش مظهر كويس. على سيره التشكيله، عذرا على المقاطعه كابتن فؤاد، اليوم 3 تغييرات في التشكيله الاساسيه تيسير للفريق الاخضر. نشوفوا في مصطفى حمزه اليوم موجود بدل انس الورفلي اللي تعرض لاصابه في المباراه الاولى قدام النصر. سند الشوشان يعوض امين عمار، او امين عمار موجود اليوم عفوا، سند الشوشان ورويد بن حامد ومصطفى حمزه. 3 اسماء جديده في تشكيله انيس الباز. نعم، اسمح لي بس يعني هو توضيح بسيط للكابتن فؤاد، موضوع ان الانديه ادارتها يعني شويه تطورت، اني نحكي بشكل عام ما نخصصش نادي الصداقه تحديدا. نبي بس نقول مثلا نادي الهلال، شوف اداره نادي الهلال كيف يعني كيف استقرت على المدرب وكيف لملمت الاوراق وجعلت الفريق يعني ينافس الموسم اللي فات. بالاضافه نشوف اداره مثلا زي اداره نادي بوسليم، يعني في زمن وجيز خلت فريق يعني ينافس افريقيا.
ادارات السداسي نعم ويصل لدور المجموعات. نعم ادارات انديه اخرى مثلا زي نادي اساريا، زي نادي الخمس حاليا يعني اصبحوا من الاحصنه السوداء في الدوري. فيعني هو بشكل عام مقارنه بالوضع الماساوي اللي كان في السنوات اللي فاتت، فهو يعني ما وصلش الموضوع طبعا للنموذجيه. احنا عارفين في اخطاء عديده ما زال مستمره، لكن مقارنه بالسابق هذا ما اعنيه يعني وما اقصده بالتحديد يعني. هذا الشيء الثاني أنا نوافقه طبعا من ناحيه انه كان من المفروض على نادي الصداقه انه هو يجلب مدرب نوعا ما عنده درايه باجواء الدوري الليبي اكثر، لكن هو ممكن ما كانش متاح يعني اسم في الساحه حاليا. الامر الاخر بخصوص التشكيل، طبعا نادي الاخضر زي ما قلنا من اكثر الفرق اللي كانت عندها قوه هجوميه سواء كان في الموسم اللي فات او اللي قبله. نعم. فهو فريق هجومي. التشكيل المفروض يكون 4-3-3، في 3 اسماء جديده هي مصطفى حمزه بدل من انس الورفلي الظهير، نعم. في سند الشوشان بدلا من امجد بن عبدي، وفي رويد بن حامد بدلا من جواو. طبعا الثلاثي هو حيكون سند ورويد واري بابل، هذا في خط الهجوم. خط الوسط حيكون عبد الله عبد الرحيم، فريد نقوم القادم من الاتحاد اللي انا اعتقد بان هي صفقه جيده نعم. للفريق. نعم. امين بن عمار حتى هو حيكون مساند ليهم، بالاضافه الى رباعي الدفاع اللي بغياب انس بس يعني انا اعتقد انه هو حيكون مفروض متجانس مع بعضه يعني. عبد الرحمن الجرمني هو نفس الحارس. طيب. ثابت يعني. طيب تيسير، قبل ان نتحول لبدايه المباراه، ايضا اليوم الصداقه تغييرات عن حراسه المرمى. في حراسه المرمى نصر محمد يعوض المشري، السعدي يعوض يوسف مينا، المنصوره يعوض ادريس الدرات، والغناي بدل عبد الرحمن الاجنف. قراءتك لتشكيله بكل تاكيد انا النقطه تكلمت عليها فؤاد، بكل تاكيد المدرب الجديد هذا حيغير من تشكيله، لان اعداد الفريق من قبل مدرب اخر وجاي مدرب اخر، يمكن كل مدرب عنده فكر وعنده فلسفه تكتيكيه. فهو راى المدرب اليوم اسكندر انه يشوف اللاعبين الجاهزين، ونشوفوا احنا تو نحكموا على الشوط الاول نشوفوا شنو وضعيه الصداقه وتشكيلتها يعني. طيب شكرا للكباتن تيسير وشكرا للمدرب الوطني فؤاد شقوارة. إذا نتحول مشاهدينا لمتابعة الشوط الأول، ومن ثم لنا عودة بعد صافرة نهاية الحصة الأولى من لقاء الأخضر والصداقة. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، حيث انتهى الشوط الأول من لقاء الأخضر والصداقة بالتعادل السلبي بدون أهداف. سيطرة خضروية ولكن دون تجسيد لعديد الفرص التي قام بها لاعبو فريق الأخضر. أعود للترحيب من جديد بالكباتن في الاستوديو. كابتن تيسير، شوط أول كانت فيه السيطرة بالطول والعرض في هذا الشوط لفريق الأخضر، ولكن دون انهاء الفرص بالشكل صح. الجيد. صح. هو لعل من الايجابيات للاخضر انه هو مستحوذ على الكره بنسبه انا اعتقد انها هي تقديريا وصلت 70%. الامر الاخر مركز عليه الاطراف الاخضر في صنع هجماته، خاصه لما توصل الثلث الاخير عن طريق حسن عباس الظهير اليمين ومجدي رطيبه الظهير الايسر. كرات عرضيه ما لقيتش من يقابلها، لان الاخضر النقطه السلبيه الابرز فيه ما فيش راس حربة كلاسيكي تقليدي في البوكس ممكن انه هو ينهي الهجمه، خصوصا ان الفريق يلعب على الطرفين. ايوه بالضبط. لما انت معتمد على الكرات العرضيه بشكل كبير. ومهمش اللعب من العمق. بالضبط. هو لو كان في كره من العمق حيبداها نقوما لقدرته العاليه في تنظيم الاداء في وسط الميدان. نعم. وفي شيء ايجابي ان سند الشوشان هو اللي يسقط ما بين ثلاثي الهجوم اللي هم رويد وبابل وسند. سند يسقط وسط الميدان لقدرته على الاستلام وايضا مرونته في يعني الاستلام تحت ضغط. هذا امر حتى هو ايجابي يحسب للمدرب بصراحه الباز، لانه هو عاطي هويه للفريق، لكن ما يؤخذ عليه انه هو مش قادر يترجم فرصه اللي وصلت تقريبا لثلاث فرص خطيره في هذا الشوط الى اهداف. خصوصا في نهايه الشوط الاول. صح. اعتقد ان الفعاليه كانت اكثر على المرمى ولكن صح. دون التسجيل. صح. طيب كابتن فؤاد، فريق الصداقة في المقابل يتكتل دفاعيا بشكل كبير من بداية المباراة وصولا إلى نهاية الشوط الأول. تقريبا فرصة وحيدة تحصل عليها من خطأ لدفاع فريق الأخضر. صحيح فؤاد، نقدروا نحكم على الشوط الأول من الناحية التكتيكية. خلي الناحية التكتيكية أنت أحيانا لما تجيب تكتيك يا إما هجوم يا إما دفاعي. خلينا نشوف الشوط الأول. الكابتن اسكندر القصري تفوق تكتيكيا على انيس الباز. ليش؟ لأنه عارف ان فريق الاخضر عارف المباراه فرضه، عارف ان الفريق الجايه فريق الصداقه فاقد المباراه الاولى،
عارف اكيد هو انه بيلعب له بتكتل دفاعي، ما شفناش. تكلم كابتن تيسير على الثلاثي الهجوم اللي في الاخضر. نعم. نزيد عليه حاجه، ليش ما بنوش؟ لان في تنظيم دفاعي جيد ومحكم من اللاعبين. يعني الصداقه لعب على امكانياتها اليوم. نشوف تفوق تكتيكيا، التكتيك الدفاعي ما يعاب على فريق صداقه، وهذه قد تكون ما تستمرش معك. ان تقبل هدف راهو تبدا لك مشكله، فلازم عنده بديل. عارف المدرب اللي يضع تكتيك دفاعي لازم عنده على الاقل الهجمه العكسيه احنا نقولوا، او الاحتفاظ بالكره، ما تفقدش كره هلبه. ولهذا شاهدنا استحواذ كله زي ما قال تيسير حوالي 70 او اكثر، ان نزيد حتى 90%. استحوذ كثير الاخضر الشوط الاول. نعم. فما شاهدناش تحول هجومي باستثناء كره او اثنين تو يكون يجيبوا لنا لقطات لفريق الصداقه ان حصلوا بها فرص. ولكن نقول لك الشيء هذا ما يطمنش الا ان هذه احدى الكرات، عذرا على المقاطعه كابتن فؤاد، هذه احدى اللقطات اللي تكلم عليها الكابتن تيسير، واللي هو الاعتماد عليه الكرات العرضيه دون وجود راس حربه كلاسيكي يجسد الفرص. الظهير الايسر هو اللي بدا الهجمه، حتمشي تنتقل الكره من الظهير الايسر الى الظهير الايمن عن طريق نجوما، يعني بين الظهيرين هم اللي يبنوا في الهجمه دائما. نعم. حتى وان كان يعني صار في مسباس في الاخير، لكن في هويه، لان الظهيرين هم اللي لازم ان هم يشتغلوا دائما. طيب هو بعد نصف ساعه الظهير الايسر بدا اللي هو رطيبه يشتغل بنفس القدر اللي اشتغل به حسن عباس. شوف هذا رطيبه بعد ما تمت النصف ساعه بدا حتى هو يعكس كرات عرضيه. هذه اخطر فرصه اضاعها بابل بسبب عدم وجود راس حربه، لان بابل يعني جناح. صحيح. يتم توظيفه. شوف هذه كره عرضيه ثانيه نفس اللي صار قبل شويه، يعني في حتى عبد الله عبد الرحيم في الوسط يساند الاطراف لما يكون خلاص يعني موضوع الهجمه مؤكد انه هو خديه شكل اما من الطرف اليمين او الطرف اليسار. فهذه ابرز النقاط اللي لازم هي تقال على الفريق الاخضر، انه منظم جدا، لكن ما يعاب عليه انه ما عندهاش راس حربه. كان المفروض يعني حتى على الاداره ان هي توفر هذا الامر، على اعتبار ان المدرب مفروض انه هو يعني من قبل ما يبدا الدوري بفتره طويله مفروض حدد هذه النقاط. نعم. ونقطة عدم وجود مسجل لفريق الأخضر بالذات اللي ذكرنا بأنه هو من أقوى خطوط الهجوم الموسم اللي فات. هذه نعم. نقطة سلبية بصراحة في الفريق. شوف تيسير. نعم. أنا لما تكلمت قلت لك أن التنظيم الدفاعي المحكم راهو تكتيك عالي، علشان قلت لك تفوق تكتيكيا من الناحية الدفاعية. يعني ولكن مع هذا إلى متى الدفاع؟ لا في حاجة مع هذا استحواذ كامل ولعب على الأطراف ولاعيبه الوسط. شفنا لمين بن عمار وعبد الله عبد الرحيم ونقوما. نعم. يساندوا الهجوم بكثره. ومع هذا عز فريق الاخضر تسجيل هدف. ليش؟ زي ما حكينا سابقا التكتيك المنظم لدار فريق الصداقه. وانا علاش قلت لك هذا تفوق الكابتن اسكندر من الناحيه هذه. ما يعاب على فريق الصداقه زي ما تكلمنا انه هو ما عندهاش لما يستخلص كره يفقد فيها بسرعه، وهذا طبعا ما صعب شويه. انت تقبل هدف خلاص طيح منك مباراه، يمكن حتى تقبل هدف ثاني وثالث. لكن يمكن المدرب تو شوفوا رؤيه المدرب الشوط الثاني، هل يوصي لاعبين احتفاظ بالكره او لعب على العكس بطريقه سريعه. نعم. ولكن من الناحيه الهجوميه اللي نتكلم عليها تيسير واللقطات اللي شفناها، عجز فريق الاخضر عن تسجيل هدف من التنظيم الدفاعي المحكم لدار فريق الصداقه. طيب بالحديث على فريق الاخضر، النوايا الهجوميه للفريق كانت من الاطراف وهذا ما تحدثنا عليه. التوغل في العمق الهجومي كانت فيه لقطه من اللاعب الوسط نجوما، توغل بشكل جيد وسدد من خارج منطقه الجزاء. اعتقد انه هو حل من الحلول ممكن لانيس الباز ان يعتمد عليه في الشوط الثاني من اجل الوصول لمرمى الصداقه. هو شوف يا فؤاد، لما تكلمنا عن الصداقه ما تكلمناش من الناحيه التنظيميه والجماليه لفريق الاخضر. فريق الاخضر استحوذ على الكره طول وعرض ولعب الهجوم، لعبوا اللاعبين وسط الظهيرين شفنا ينزلوا، يعني استحوذ على الكره. هذه الفرصه الوحيده اعتقد لفريق الصداقه، والفرصه الاخرى اللي صارت خطا حارس. يعني هذول الخطأين، يعني هذول الفرصتين اللي حصلوهم. يعني نحكي لك فريق الاخضر يعني الظهيرين شفناهم، شفنا المهاجميه ثلاثه باستثناء يكون رويد بن حامد ما شاهدناش هلبة لانه هو قاعد في داخل الصندوق ما بالش، ولكن شفنا هذه فرصه اخرى. كابتن فؤاد عبد الله عبد الرحيم ما احسنش التعامل معها فريق الاخضر، وكل الفرص كانت لا من بنوضح نقطه مش حسن عباس ومن اري بابل من الجهه اليسرى. بابل وسند داروا شغل غير عادي. ما نحكيش مستواهم راهو كويس، مستوى عالي راهو ظهروا به الفريق الاخضر.
مش نقصانه منهم. هذه فرصه خطيره، هذه نحكي عليها صح. ايوه هو كان في شك تسلل. هذا الامر يدعونا ان احنا يعني نحاولوا نوصلوا رساله للمسؤولين ان بقدر الامكان لو يوفر موضوع الفار، لان حيخلي في يعني شويه يعني عدل ما بين الفريقين المتباريين في اي شكل من الاشكال. شفتوا هذه فرصه صح زي ما قال كابتن فؤاد ان التنظيم الدفاعي في شبكه منظم فريق صداقه دفاعيا، بس في امر لازم نقولوه بان الصداقه خارج ميدانه هو مجبر انه هو يلعب دفاع. طبعا ايوه هذه حاجه تساعد المدرب. خاسر الاولى، خاسر المباراه الاولى بالضبط. صح صح صح. هذا زي ما قلت لك وما يعاب على فريق الصداقه هو احيانا نقول لك احيانا ينجح فيه تكتيك المدرب حتى الشوط الثاني في حال لم يستقبل هدف، لان كل ما يفوت الوقت يزيد كل ما التماسك، يقل الضغط. مجهود وهذا اللي خلى خطا الحال وحتى من الناحيه النفسيه في شتت افكار المهاجمين الاخضر. صح. وممكن تشاهد حتى الشوط الثاني لو استمر تشاهد فرص ضايعه اللاعبين يضيعوها بتسرع نتيجه الضغط اللي صاير لهم. واحيانا لا، احيانا يجي الجول من كره ثابته، خطا مدافع من الصداقه، هنا تغير المعادله ويمكن يعني يستمر الفريق الاخضر في تسجيل الاهداف. هذا الحوصله اللي حكينا لها، ولكن يبقى نشاهدوا خاصه يا فؤاد ربع ساعه الاولى من بدايه الشوط الثاني، هنا تعطينا الصوره الحقيقيه لتكتيك فريق الصداقه. طيب تيسير، قراءتك للشوط الثاني وماذا يمكن أن يغير أنيس الباز في شكل الفريق، وما هي التبديلات اللي يمكن يجراها أنيس الباز على فريقه من أجل تحقيق الهدف، خصوصا بعد السيطرة التامة في الشوط الأول؟ طبعا مثل هذا النوع من المباريات لما أنت تكون مجبر على أنك أنت لازم تخرج فائز، أنيس الباز حاليا أمام ضغط كبير. كيف؟ أنه لازم أنه هو يسجل، لكن في نفس الوقت الصداقة كل ما مر الوقت كل ما خلاص الثقة بالنفس حتزيد، انه هو خلاص استمات وقدر انه هو يخرج بالشوط الاول متعادل، فالهجمات العكسية حتمثل خطر على دفاع الاخضر. هذا الامر حيخلي انيس الباز مشتت. حاليا دكة البدلاء هي اللي المفروض تسعى في المدرب. لو كان هو عنده نظرة قبل بداية المباراة ان في بلان بي، ان لو اني طلعت في الشوط الاول ما سجلتش ممكن اني عندي بدكه البدلاء شيء يسعفني، هذا امر حتى هو راهو جزء لا باس به من تقييم اداء المدرب بشكل عام. فحاليا حسن استغلال البدلاء راهو في ناحيتين توا، من هو اللي بيدخل والتوقيت اللي بيدخل فيه، لان راهو مهم جدا التوقيت. طيب تيسير، تكلمت على البدلاء، خلينا نذكر البدلاء. تمام. عنده عديد الخيارات المدرب انيس الباز: جمال سلطان، أسامة بوجليدة، أنس الورفلي اللي طبعا كان أساسي في المباراة الماضية وتعرض لإصابة خفيفة، المهدي الكوت أيضا قد يكون حل من حلول الهجومية، خصوصا أنه هو يعتمد على اللاعب من الأطراف، جواو وأمجد بن عبدي وعلاء الفوني. تمام. عنده جواو وعنده مهدي الكوت، أعتقد هذول الاثنين يجب أنه هو يوظفهم بالشكل المناسب، وهو أدرى بإمكانياتهم حاليا. نعم. وهم اللي ممكن يسعفون، لأن الأخضر جيد كان في كل شيء إلا عملية التسجيل فقط. بناء الهجمة ممتاز، انتشاره رائع جدا، في هوية زي ما قلت لك أنه هو باني من الأطراف، الكرة تخرج بشكل سلس، يعني من اليسار لليمين الأمر رائع جدا، وهذا يدل على أنه في انسجام. طبعا حتى شغل المدرب السابق شمام راهو ليه دور كبير جدا في أنه هو لقى المدرب اللي بعده حاليا الباز أرضية سهلة يبني عليها. فهذه نقطة من النقاط اللي شفتها هنا متفشية في الأندية الليبية، أن بعض المدربين يبنوا لفرق هوية معينة، والمدرب بعدين اللي يجي يلقى المسيرة سهلة وحتى جدا. حتى في اللاعبين، شفنا احنا الموسم الماضي صهيب بن سليمان قدم أداء صح ولا أروع مع الأخضر، وكان أحد ركائز الفريق في التأهل السداسي فعلا. وكذلك الوصول لمجموعات الكونفدرالية الأفريقية. صح. هل ترى أن غيابه مؤثر هذا الموسم صهيب في وسط فريق الأخضر؟ يبدو أن هم يعني عوضوه خير تعويض بنجوما. بصراحة هم مركزين على مدرسة الاتحاد الأخضر. شوف ان هم ياخذوا العرضيه لا اللاعبين الوسط ياخذوا فيه من الاتحاد، صهيب واخذوا نجوما، فممكن يرحل بعدين نجوما يشوفوا واحد ثاني ممكن يبرز في الاتحاد. فهذه هي شويه بس يعني حبينا نذكرها ان هي ممكن تكون ظاهره يعني. فانا اعتقد ان الفريق ماشي كويس باستثناء التسجيل بس. في نقطه اخرى اللي انا شديت على التنظيم الدفاعي لفريق الصداقه، لان احيانا نتكلم فيه كمدرب، احيانا نضع تكتيك معين ويبدو اللاعبين على تركيز عالي، مفيش اخطاء فرديه. لو لاحظنا الصداقه دفاعهم بالثلاثه ولا خطا فردي ده، وهذا شيء انا شديت علينا، هذا شيء كويس وجميل عند اللاعبين. لما تدير تكتيك انت ما فيش اخطاء فرديه،
واخوف ما يخاف المدربين من الاخطاء الفرديه هذه. مرات لاعب يعني بيسلم كره زي ما غلط حارس الاخضر تشلون، بيسلم كره يعطيها مثال المهاجم اللي خطا فردي فيتم. ولكن الشوط الاول بالكامل ما شفناش اخطاء فرديه من دفاعات فريق الصداقه، وهذا هو اللي خلاهم طيب اكثر يعني تنظيما. طيب الشوط الثاني حيكثر قد يكون لا، طيب قد يكون لا. طيب تيسير الصداقة كما ذكر الكابتن فؤاد تنظيم دفاعي أكثر من رائع بدون أخطاء. صح. الشوط الثاني سيكون صعب جدا لأبناء اسكندر القصري اللي متكتل دفاعيا بشكل كبير. كيف يمكن يحافظ على هذا التعادل، خصوصا أن النوايا واضحة بأن الفريق يحاول الخروج بأقل أضرار بعد الخسارة في الجولة الأولى، وزد على ذلك اليوم يلعب خارج ملعبه قدام فريق الأخضر. صح. فريق قوي وحضور جماهيري مكثف. صح. هو الضغط الأكبر على الأخضر مش على الصداقة بصراحة، يعني إن الصداقة لو خرج متعادل حيكون نتيجة إيجابية، بس الأخضر لو تعادل معناه فقدان نقطتين ثمينتين تضاف إلى الفقدان الأول. هذا الأمر حيخلي ممكن الأخضر يتسرع أكثر. ثاني شيء احنا ما ننسوش بأن صح الفريق اللي يدافع ممكن ينهك أكثر، لكن احنا ما ننسوش بأن في 5 استبدالات. الكرة ما عادش زي زمان في عندك 3 بس، حاليا عندك 5 استبدالات. هذا الأمر من ناحية الفسيولوجية البدنية يسمح للفريق المدافع واللي عليه ممكن ضغوطات من الفريق الآخر هجوميا إنه هو يلملم أوراقه وما يعني يقلل بقدر الإمكان من الأخطاء الفردية اللي نوه عليها بشكل كبير كابتن فؤاد، لأن فعلا هي حتكون حاسمة. ودقيقة 41 شفت حارس الأخضر أنت جغمني كيف إنه هو كان ممكن أن يهدي هدف للصداقة عكس مجريات اللعب بالضبط. خلينا نقول بس بأن حاليا لو خرجت المباراة هذه بالتعادل ممكن الضغوطات تزيد على الأخضر، لأن المباراة الثالثة حتكون صعبة أكثر في توقف دولي. لو أنه هو وصل لمرحلة التوقف الدولي من غير ما يحقق انتصار، هنا ممكن ندخل في دائرة الشك. لا، ممكن حتى تكون في فجوة ما بين الإدارة والثقة ما بينها وبين المدرب. وإحنا نعرفه بأن سمير شمام أقيل في منتصف الموسم وسبب إرباك، والفريق بالتالي ما تأهلش للدوري السداسي، ممكن يدخل في دوامة ما عادش يطلع منها الأخضر، خاصة أن المنافسين زادوا. يعني نادي مثل التعاون بصراحة أصبح شرس قوي جدا، استعان بمدرسة مصرية حاليا في تدريب. أنا شفت أن الأجواء كانت إيجابية حتى من الناحية يعني المعنوية. المدرب كانت روح كبيرة. الموسم الماضي مرعي مدرب التعاون. صح. طيب خلينا نتكلموا على المدربان أنيس الباز اسكندر القصري. حوار تونسي على جنبات الملعب. أنيس الباز له تجربة في سابقة في ليبيا مع الأندية الليبية وفي الدوري الليبي. اسكندر القصري مدرب جديد كابتن فؤاد. لا والله زي ما قلت لك، هو بالنسبة للمدربين اليوم في شغل. شفنا فريق الأخضر انتشار واستحواذ وبناء هجمات وحاولوا بقدر الإمكان يسجلوا. أيضا شفنا كابتن اسكندر حتى هو يعني دار تنظيم دفاعي ومن حقه مدرب كيف بادي بالفريق وعارف انه مباراة صعبة امام الاخضر، يعتبر فريق قوي ويعرف الامور هذه. ايضا حتى المسؤولين مرات اللي كانوا في النادي يمكن اكيد يعني زادوا مروه يعني المباراة دي صعبة. فيعني نشوف في المدربين اليوم انا نشوف من الناحية التنظيمية الدفاعية نجاح الاسكندر، نفس الشيء من ناحية رغبة الفوز بفريق الاخضر باينة واضحة. فما يبقى الا نشوفوا الشوط الثاني زي ما قلت لك، نشوفوا ربع ساعة الاولى نحكموا على فريق الصداقة أكثر، يعني نشوفوا فريق الصداقة شنو يتعامل مع بداية المباراة. وعارف إن زي ما قال لك تيسير إن كل ما يزيد الوقت بيصير ضغط على اللاعبين الأخضر في الفترة هذيك الربع ساعة الأولى. واللاعبي الصداقة يكتسبوا ثقة أكثر. أكيد في الربع ساعة الأولى لو صمد فريق الصداقة ولعب بنفس الشوط الأول حتى صعب على فريق الأخضر. طيب قبل أن نتحولوا لمجريات الشوط الثاني، توقعاتك لسيناريو الشوط الثاني؟ والله ما نقدرش نتوقع على حكايه اللي صار انه صعبه شويه. مرات نقول لك انا مرات الاخضر يسجلوا يطلع الكلام اللي قلته مرات يستمر فريق الصداقه في نظيمه، ومرات بناء على اداء الشوط الاول اعطينا نتيجه كابتن فؤاد. لا ما نعطيش نتيجه، صعبه شويه اعطينا نتيجه، ولكن الاخضر اقرب للفوز بامانه يعني. طيب تيسير اعطينا نتيجه الكابتن فؤاد. هم المدربين دائما ما يعطوش في نتائج دبلوماسيين شويه. دبلوماسيين. لا شوف هو فعلا منطقي لان الامور مفتوحه جميع الاحتمالات، لكن امتى ممكن تسهل عليك عمليه التوقع لما يكون في استقرار في الجهاز الفني. انت تعرف بان اسكندر القصري جديد على الفريق، وايضا الباز يعتبر جديد. صحيح. فلما المدربين يكونوا جداد صعب انك انت تتوقع لهم مستقبلهم كيف حيكون، فهمت؟ فهذه نقطة مهمة فعلا لازم حتى ننضم صوت الكابتن فؤاد انه صعب، لكن شوف لو استغل بدلائه جيدا الاخضر المفروض يكون هو اقرب للفوز.
يعني لما نجي نقول كنسبه وتناسب وقدره يعني على التسجيل حتى ماديا، يعني قداش في المية، حنقول بان 60% الاخضر يفوز، 40% الصداقه، لكن هو التعادل بالنسبه للصداقه هو اللي مخليه مش طامع انه يربح، شايف ان التعادل مكسب. هذه ابرز نقطه ممكن صحيح. تخليه حتى لما صحيح. يهيئ ليه هجمات ما يؤمنش بنفسه انه هو ممكن صحيح. يسجل منها. فاهم؟ انا نقول لك، نضيف لك حاجه ثانيه، لو استمر فريق صداقه بالتنظيم الدفاعي وبالتركيز وبعدم وجود اخطاء فرديه، يقعدوا حتى 3 ايام الاخضر مش حيسجلوا. ما تتوقعش كابتن ان اسكندر القصري يغير من شكل الفريق في الشوط الثاني ونشوفوا نوايا هجوميه؟ لا ما اعتقدش يغير. احنا تكلمنا بشكل كبير على الدفاع، ولكن لربما يفاجئنا القصري ويدخل مهاجم. خير وسيله للدفاع هي الهجوم. يمكن توقع يمكن، لكن هو احنا نقول لك هنا في مغامره شويه، نقول لك يمكن بعد ربع ساعه يمكن يشوف الفريق الاخضر خلاص يعني، لان التكتل في اللعب كابتن فؤاد لا صعب. انا بقول لك قد يعجل باستقبال الهدف، لربما يقول لك هي افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. حكيت لك فؤاد، لربما يفاجئنا القصر. ما يعاب على فريق صداقه اللي هو الثلث الاخير، يعني في ضعف لما تنتقل الكره للناحيه الثلث الاخير اللي هو الناحيه الهجوميه، في ضعف شويه. وايضا الاحتفاظ بالكره ما كانش يعني، وهذا مشكله طبعا، اكيد مشكله. طيب زي ما قلنا ان طيب الزملاء يقولوا لي ان الشوط الثاني بدا. نعتذر بس مهمه ان بايجاز لو سمحت. الاخضر منظم يبني الهجمه وماشي، والصداقه برضه منظم دفاعيا. لما يكونوا فريقين منظمين هذا يرفع من مستوى ونسق اللعب، يعني هذا يدل بان الدوري الليبي اصبح يتحسن بشكل ملحوظ. في نقطه اخيره، بابل مهاجم الاخضر كان جناح ايسر بدايه المباراه، وصل المباراه اصبح راس حربه، ضيع يعني فرصه في البوكس ومشي في اخر مباراه كجناح ايمن. هذا اللاعب هو الاكثر حركيه في الفريق، والمدرب يحسب لي انه هو اعطاه صلاحيه انه هو يكون حركي. انا اعتقد ان رويد بن حامد هو اكثر لاعب معرض للخروج. هل تشوف ان الحركيه اللي اعطاها انيس الباز لبابل اما في خلخله الدفاع، ما لان الفريق هل هي في صالح الفريق؟ شفنا الفريق بابل كان موجود في الجناح الايسر، انتقل للجناح الايمن، ولكن ما كانش موجود بشكل كبير كراس الحربة، وهذا اللي كان ينقص الفريق. وهو طبعا اللاعب امكانياته كبيره في انهاء الهجمات. صح. اللي قاصده الباز انه هو حاب يفاجئ تكتلات فريق الصداقه، يقول لك هذا كان يمين شنو خلاه يسار، فحيصير في شويه يعني ارتباك في الدفاع. لان احيانا اللاعب الابرز هجوميا وفرديا اللي هو بابل يعتبر في النادي الاخضر، احيانا المدرب يعني بيحاول انه هو يحد من خطورته بلاعب معين. احيانا انت قلب دفاع توظفه كظهير لغرض انك انت تحد من خطورته. مثلا هذا كره عالميه تصير هذه برشلونه وريال مدريد، يصير مثلا مدافع اروخو هذا اللي هو قلب دفاع برشلونه يتم توظيفه كظهير يمين لحد من خطوره فينيسيوس جونيور. فهذه الامور لما فينيسيوس مثلا يمشي لجهه اليسار يصير في خلل ارتباك. واكثر من مباراه حتى على المستوى الاوروبي صار هذا الشيء. برشلونه لعب لكن نقطة قوة فينيسيوس هو احنا تو الان احنا نتكلموا على الاخضر والصداقة على بابل لكن نقطة قوة فينيسيوس دائما في الطرف الايسر وليس في الطرف راشفورد مهاجم اليونايتد تحول للجهة اليمنى، سجل هدفين ضد برشلونة. طيب خلينا نشوف ما سيفعله بابل في الشوط الثاني. شكرا لكم كباتن. نتحول الان لمتابعة الشوط الثاني من لقاء الاخضر والصداقة، ومن ثم لنا عودة بعد صافرة نهاية الشوط الثاني. مجددا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. صافرة النهاية اعلنت فوز الاخضر على الصداقة بهدف مقابل لا شيء. هدف الكابيتانو عبد الله عبد الرحيم في الدقيقة 52 رجح كفة الاخضر على الاصفر ليحقق ابناء البيضاء اول 3 نقاط في مستهل مشوارهم بالدوري الممتاز بعد التعادل في الجولة الاولى. رصيد الأخضر يرتفع إلى 4 نقاط، بينما الصداقة فشل في حصد أي نقطة حتى الآن بعد مرور جولتين من دورينا. تيسير، أعتقد أن الشوط الثاني لا يختلف كثيرا عن الشوط الأول، فقط الأخضر تمكن من الوصول إلى شباك الصداقة. صح فعلا. لو رجعنا بين الشوطين سألتنا من توقعوا يفوز، يعني قلنا بأن نظريا الأخضر هو الأقرب. فهذا هو يعني المنطق هو يقول هيك. ليش؟ في بعض المباريات واضح من اللي اقرب للفوز، مش طبعا لازم انه هو يفوز، لكن صحيح. هو اقرب للفوز وفق المعطيات اللي شفناها في الشوط الاول. طبعا انا هذه المباراه بصراحه زادت شجعتني بان مستوى الدوري هذا الموسم
حيرتفع اكثر. بصراحه اخر 3 سنوات الدوري في نسق تصاعدي. ليش؟ عدم وجود عشوائيه اليوم، تمام؟ كل فريق ادى ما عليه وطبق تعليمات المدرب بالشكل المناسب والنموذجي. الصداقه طبقوا تعليمات دفاعيه من اسكندر القصري، والاخضر طبقوا تعليمات هجوميه من الباز، بالاضافه لان نسبه التمرير الخاطئ او المس باس كان قليل جدا في هذه المباراه. انا ما رصدتش اي تمرير خاطئ في الشوط الثاني ما عدا كره عرضيه كانت في الدقيقه 82 من الجهه اليمنى بعد استبدال حسن عباس بالورفلي. طبعا الجهه اليمنى صار فيها تغيير ايضا اخر، عمار طلع، بالاضافه لانه دخل بدل من جواو المهاجم، وصار في تجديد دماء في البوكس. اللي حابب نقولها بان كل هذه النقاط خلت هذه المباراه تستحق بان هي تكون من اكثر المباريات نموذجيه لحد الان في المباريات اللي لعبوا. بس ملاحظه هي تقدر تقول معلومه وملاحظه في نفس الوقت. امس مباراه المدينه اللي حسم الفوز اللاعب رقم 10 معتز بن حامد لاعب المدينه، والمباراه الهلال اللي حسم الفوز اللاعب اسامه بالعيد لاعب رقم 10 في الهلال، واليوم اللي حسم الفوز هو عبد الله عبد الرحيم اللاعب رقم 10 من الفريق الاخضر. طبعا هي ملاحظه بس حبينا نقولوها، لكن في نفس الوقت هذه تؤدي الى ان اهميه لاعب وسط الميدان في عمليه التهديف اصبحت مهمه جدا، لان معظم الفرق حاليا يفتقروا للتسعه، خصوصا بالهيكليه اللي لعبها اليوم نيس الباز، صح. اللي بعدم اعتماد على مهاجم صريح، فيستوجب لاعبي الوسط ان هم يتقدموا. طريقه تسجيل الجول اكدت هذا الامر بطبيعه الحال. كابتن فؤاد تكلمت عليه ان الصداقه يجب ان يتماسك دفاعيا، ولكن هذا التماسك الدفاعي تم اختراقه من اري بابل بعد توغل اكثر من رائع واسيست لعبد الله عبد الرحيم. لاعب جاي من الخلف. طبعا الهدف جاي من لاعب جاي من الخلف، هو لاعب وسط يعتبر، فهمت. نقدر نقول الشوط الثاني ما كانش مستوى الاخضر زي الشوط الاول، وانا اعتقد انه استنفد، يعني دار مجهود غير عادي الشوط الاول. احنا تكلمنا قلنا يعني استحوذ على المباراه، لعب على الاطراف، شغل الظهيرين، لاعبي الوسط كانوا قاموا بهجومات مضاده. واعتقد النقطه الاخرى ان الهدف جاء مبكر شويه، دقيقه 7 الشوط الثاني جاء الهدف الاخضر، يمكن هو اللي يستريح به شويه، انه عارف هو صعوبته. اكيد بكل تاكيد بين الشوطين تكلم المدرب، وعارف حتى المدرب صعوبه التنظيم الدفاعي اللي دار الكابتن اسكندر. فانا نعتقد ان الهدف اللي جاء مبكرا هو اللي ما نقولوش رقدة المباراه، بعثر اوراق، ما نقولوش حتى المباراه، ما نقولوش يعني رقدة المباراه، ولكن هذا الهدف طبعا. شوف اللاعب جاي من الخلف، وهذا شوف كم لاعب، حوالي 7 لاعبين صداقه يعني في خطا اعتقد، خطا طبعا. هذا اللي انا تكلمت عليه فؤاد، انا قلت لك من الشوطين ركز على التمركز في العمق، وبينما شوف اللاعب لم يلتفت للقادم من الخلف. عبد الله عبد الرحيم تكلمت فؤاد، قلت لك انا الشوط بين الشوطين، قلت لك الدفاع، التنظيم الدفاعي يجب على فريق الصداقه انه يركزوا كويس، ما يديروش الاخطاء. هذا خطا فردي، يعني اللاعب جاك من خلف على الاقل في شوف كلهم شو جهه بابل، وخلوا اللاعب جاي من خلف، المدافعين كلهم مرتكزين في العمق، كتلوا في العمق وخلوا اللاعب جاي من خلف. هذا يعتبر خطا، انا نشوف فيه خطا، يعني خطا دفاعي كلفهم هدف وكلفهم خساره، وخساره 3 نقاط يعني، والخساره الثانيه على التوالي بكل تاكيد ما بصراحه في فريق الصداقه. وهذا المدرب عارف، هو متوقع النتيجه هذه نظرا لقوه الاخضر ولقرب تدريبه، يعني ما اخذاش وقت المدرب اسكندر. فانا اعتقد ان الشوط الثاني ما نقولوش ما نعطوش نسبه كبيره، ولكن اللي بيه الاخضر تحصل عليه 3 نقاط، وحاول يعني يفك شفره التنظيم الدفاعي لفريق الصداقه. وهذه كره قدم، كره قدم راهو مرات حتى الشوط الثاني لو لعبوا الاخضر نفس الشوط الاول وتم اصفار، ما حنثنوا على فريق صداقه اكثر من فريق الاخضر، يعني انه كره اهداف وكره نقاط يعني. طيب لو ركزوا على الجول، قطع الهجمه في وسط الميدان قبل ما توصل لبابل كانت من نجوما، كان جندي مجهول ومن ابرز نجوم المباراه اليوم بصراحه. نجوما في وسط الميدان هو اللي سواء في بناء الهجمات او افتكاك الكرات. الجميل في بابل انه هو تأنى واستنى تمركز سليم لعبد الله عبد الرحيم واعطاه في توقيت مناسب، الاسيست رائع كان. برضه لو تلاحظ هيئ نفسه قبل التسديد عبد الله عبد الرحيم، ما سددش مباشره، يعني ممكن كنترول. هذه مهمه جدا في عمليه الفينش بتاع اللاعب، مهمه. في بعض لاعبين يتسرعوا يسددوا من الاول، يقول لك خلاص انا وصلتني كره انفراد خلينا نشوط، عرفت كيف؟ هذه تبين لك كواليتي اللاعب انه هو عالي جدا. بصراحه عبد الله عبد الرحيم اليوم اهدى فوز للاخضر كان مستحق. شوف هذه الكره توا لو تركز ان الظهير الايسر
رطيبه اللي بتوصل له الكره حاليا هو مالك الكره، قبل كان يقدم لغايه ما يوصل منطقه الجزاء، في تعليمات انه هو يرفع رفعات مبكره. ليش؟ لان قلنا احنا ان بين الشوطين ان الاخضر عنده مهمتين، مهمه انه هو يسجل، مهمه انه هو يجب انه ما يستقبلش لان في هجمات مرتده. هذا اللاعب رقم 5 اللي هو ظهير ايسر، هو في الاساس لو كان لاعب قلب دفاع، ان بنيانه العضلي والجسماني يبين انه هو قلب دفاع، حور كظهير ايسر، يعني حتى كان تفتش في مسيرته حتلقاه انه هو مدافع مركزي، فاستفاد منه الباز انه هو يضم لقلبي الدفاع، مش يكونوا 3 ويساعد في العملية الهجومية. التغطية، وفي نفس الوقت لما يكون في مساعدة عملية الهجومية ما يفوتش، ما يوصلش لآخر 20 متر من ميدان الصداقة أو اللي هم الثلث الأخير متاع الهجوم. يعني هذا الأمر ساهم في عدم قدرة الصداقة على استغلال الهجمات المرتدة، هذه نقطة مهمة. طيب خلينا نتكلم عن الصداقة كابتن فؤاد. أعتقد أن الشوط الأول لم يختلف عن الشوط الثاني حتى بعد التبديلات اللي أجراها اسكندر القصري. النجاعة الهجومية كانت غايبة على الفريق، وحتى بناء الهجمات يكاد يكون تحت المتوسط. أعتقد أن أخطر فرصة للفريق في الشوط الثاني كانت في الدقيقة 91 عن طريق مالك الطيب، ومن تسديدة بعيدة كانت تباغت حارس مرمى فريق الأخضر نصر أو عبد الرحمن الجرماني. شوف واضح، احنا تكلمنا على الشوط الاول فريق صداقه والتنظيم الدفاعي، وقلنا عنده مشكله في بناء الهجمه او انهاء الهجمه او التحول الهجومي. وشفنا الشوط الثاني احنا تكلمنا قلنا كان كنتذكر قلنا بين الشوطين قلنا لو استقبل هدف الصداقه هيستقبل هدف ثاني وثالث. وقعنا هيك لان تنظيم الدفاع ده محكوم. الشيء اللي خلى فريق الاخضر ما عادش يسجل اهداف. يعني بوجهه نظري استنفذ الشوط الاول بذل كل ما جهده، وايضا حتى التغييرات. التغييرات اللي دارها المدرب انيس يعني نشوف فيها يعني اوكي، هو اللي دخلوا داروا لم تؤتي لكن ثمار. كانت التوليفه الشوط الاول لو شفنا احنا الشوط الاول شفنا العباس ومجدي رطيبه ولمين بن العمار وعبد الله عبد الرحيم ونقومه وسند، باستثناء احنا تكلمنا قلنا رويد بن حامد ما ظهرش مستوى طيب، ولكن الباقي معظم الفريق يعني 10 لاعبين او 9 لاعبين كانوا على مستوى عالي. التغييرات هذه هو ما نعرفش المدرب هو اعتقد بدأ بعد الهدف، يعني بعد ما سجل الهدف بده يغير بعد الهدف مباشره. فبعدين ما نشوف تغييرات هي اللي خلت، لان زي ما قلت لك لان فريق الصداقه ما فيش خطوره، ما حتى في الهجمات يعني عشوائيه. ما شفنا حتى لعبها هذيك اللعيب قريب لعبها من منتصف الملعب قريب دخلت الحارس، كان مقدم حارس اخضر. لان الحلول اعتقد انها انعدمت، يعني ما فيش يعني ما تحسش فريق الصداقه عنده رغبه في تسجيل التعادل. هذا شنو يدل. وايضا شفنا ما فيش حتى هجمات. اعتقد الشوط الثاني يمكن تيسير داير ملاحظات على الهجمات، ما فيش هذيك الهجمات الخطيره على الصداقه، لان اكتفى الاخضر بتسجيل هدف ولقى نفسه انه هو اهم شيء انه هو يفوز يعني اليوم. لكن اعتقد ان الاخضر ظل مستحوذ على اللاعب. صح. لا عنده وطريقه اللعب او طريقه بناء الهجمه ما اختلفتش على الشوط الاول. لا، غزاره الهجمات بس هو اللي قل بعد التسجيل. صحيح. والاصرار كان على اللعب من الطرف الايمن والطرف الايسر، وفي بعض الاحيان يكون التنويع في التسديد من خارج منطقه الجزاء دون اللعب على البينيات، التمريرات وراء المدافعين. هذه كلها ما كانتش موجوده اليوم في صفوف فريق الاخضر. ما نعرفش توافقني في الراي او لا. في نقطه اخرى بنضيفها تكمل تسير. تفضل كابتن. في نقطه اخرى بس نقولها تكمل. الهدف لو طال الشوط يمكن شاهدوا الاخضر افضل. صح. هذه النقطه اللي تكلم عنها تسلم، تكلمت عنها قلت لك الهدف اللي جاي مبكر دقيقه 7. فيمكن هذا اللي خلى المباراه احنا نقولوا ضمن الاخضر، لان عارف قوه الهجوم تاع الصداقه ضعيفه، فهو استحوذ على الكره وحافظ على النتيجه اللي انتهت المباراه ب3، وهذا المطلوب. هو في كره القدم 3 نقاط، هذا المهم يعني. تفضل. طيب في مقطع ثاني بس من اللقطات الثاني مش الاول، لو ينتقلوا بس الزملاء نشوفوا ان نعم هذه توا لا اللقطه نتاع البطاقه الصفراء. تمام، هذا احنا هنا توا في البطاقه الصفراء الاولى جت لسعدي علام لما مسك بابل بعد دقيقه 60. تصور ان اول بطاقه صفراء في هذه المباراه جت بعد دقيقه 60. هذا شنو يدل على ان كل فريق مركز في الكوره. وهذا واحد هذا اقل ما شاهدناه في الموسم الماضي. ايوه هذا علشان قلت لك هذا الامر. شوف هذه اول بطاقه صفراء، وهذه كره عرضيه لو تركز نقومه
في الشوط الاول سدد، في الشوط الثاني برضه سدد، هذه تسديده كانت خطيره. في تعليمات يبدو من جومن لما يكون في فرصه يسدد، في جرأه عنده. حل مهم. نعم. والكرات الثابته تحت هي كانت ممكن ان هي تعطي الاخضر. شوف هذه اول بطاقه، هذه البطاقه الصفراء الاولى، وهي مستحقه طبعا، مسك من القميص واضح. سعد العلام طبعا بعدين في دقيقه 78 تساهل معاه الحكم، كان ممكن هو يطرد بعد اعتراضه وضرب الكره على الارض بشكل يعني فيه شويه سوء سلوك حسب نص مواد القانون يعني، لكن الحكم شاف لي روح القانون ويعني لملم الوضع وخلى سعد العلام يستمر في المباراه. كان ممكن حكم ثاني ممكن يخرج بطاقه حمراء. هذه امور تبين لك بان فريق الاخضر حيكون منافس بصراحه بشكل قوي جدا على واحد من المراكز المؤهله للدوري السداسي، لان فريق منظم جدا جدا جدا. نعم. طيب هذه لقطات اخرى لابرز فرص الفريق الاخضر في الشوط الثاني. نعم. اللي طبعا خرج من هذه المباراه بهدف نظيف. هذا مانجا لقائده مانجا شارك اليوم الورفلي في المباراه. دقيقه 70 ما كانش اساسي في المباراه اليوم بسبب الاصابه، ولكن ايضا اعطى انتعاشه هجوميه للرواق الايمن للفريق. نعم. شوف ثلاثي دفاع نتاع الاخضر كيف داروا كماشه على الشيخ معطله الموريتاني. هذه الهجمه لو كان في فراغ في الدفاع كان ممكن استفاد منها. فهمت كيف؟ هذا علاش الثلاثي الدفاعي هذا امن الفريق. عدم تقدم الظهير الايسر بالمناسبه، رطيبه لما ما تقدمش خلى الحمل واللود يزيد على الطرف اليمين على حسن عباس. حسن عباس لو سبب خروجه في المباراه اصابه. الاصابه هذه جت من كثر خروجه وعوته خروجه وعوته. صحيح. طبعا لازم ننوه لان الارضيه الصلبه العشب الصناعي هذا راهو قاسي وحيتسبب في اصابات اكثر من العشب الطبيعي، وخاصه ان عمليه يعني الري متاعها مش ممكن تكون زي العشب الطبيعي. العشب الطبيعي لما كل ما زدت ري كل ما كان فيه يعني انسيابيه اكثر في الحركه عليه، وبالتالي ما يسببش في اصابات خاصه المفصليه والعضليه. فاليوم حسن عباس جاء عليه لود في الشوط الثاني. شوف ثلاثه متاع الاخضر كان في تبادل مراكز بينهم وقراب، خلوا يعني الشيخ معطله يعني يضطر انه يمشي على الطرف اليمين ويحاول انه يلحق بالكره. فهمت كيف؟ فهذا امر يحسب للمدرب. طيب كابتن فؤاد، بعد خساره فريق الصداقه في المباراه الاولى، خساره ثانيه اليوم، المهمه ستصعب على القصري في باقي او في قادم المباريات، خصوصا ان الاداء لفريق الصداقه في المباراه الاولى وفي مباراه اليوم بصراحه لم يكن في المستوى المطلوب. طبعا هو فؤاد هو فريق يتعرض لخسارتين اذا دوري طبعا بكل تاكيد صعبه شويه على اي مدرب، يعني اي مدرب تعتبر هم صعبه. يمكن اعتقد توا يتوقف الدوري في المجموعه الثانيه، المجموعه الاولى مش حيلعبوا الاسبوع الثالث إن باش تتساوى حتى ما هم فرق مباراه يعني. والاجراء المنتخب بمباراتين عنده تصفيات، فعنده وقت على الاقل المدرب. ولكن اللي نقول لك حتى قيمه اللاعبين الصداقه مش هذيك القيمه. شفنا الموسم الماضي واللي قبله كان الصداقه يعني افضل، عنده حتى لعيبه يعني. اليوم ما شفناش. اعتقد اليوم يمكن لقدوم المدرب متاخر او ممكن فتره التوقف الدولي القادمه او حتى قوه تساهم في لملمه الاوراق او لملمه اوراق البيت الداخلي. وحتى شفنا المباراه الاولى قدام التعاون يعني. احنا لما نتكلموا احنا نقارنوك مبارتين. فريق التعاون يعتبر انت احنا نقول يعني مستوى واحد، يعني لو بنقيمه مستوى واحد يعني، وانت فقدت النتيجه. واضح ان في خلل سواء اداري او فني او تكتيكي يعني من ناحيه او حتى احنا تكلمنا فؤاد من بدايه الحلقه لما بدنا نحكوا قلنا تغيير مدرب ناصر الحضيري قبل الدوري باسبوع اعتقد شيء ماهوش كويس، اثر فيهم. وهذه نتائج المباراه الاولى خساره وخساره في المباراه الثانيه والاداء دون المتوسط. عنده فرصه توا الكابتن اسكندر الدوسري عنده توقف حوالي اسبوعين، يمكن يلملم اوراقه ويدير على الاقل توليفه كويسه. ونتمنى يعني نشوف الصداقه يعني يرجع لمستواه على الاقل الموسمين الماضي يعني قدم مستوى كويس. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك الكابتن فؤاد شقوارة المدرب الوطني، انسنا ونورتنا بارك الله فيك في استوديو الممتاز اليوم. ايضا المحلل الرياضي تيسير المعزي، انسنا ونورتنا. كل الشكر لك فؤاد وكل الشكر للعاملين الجنود المجهولين اللي كانوا معنا. نتمنى احنا قدمنا شيء نال رضا المشاهد الكريم، وان شاء الله مستمرين معهم ان شاء الله. شكرا. تيسير المحلل الاداء هذا. تسلم يا غالي تسلم. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه والاصغاء. مباراه الصقور او مباراه النصر والصقور على ملعب شهداء بنينا ستنطلق ان شاء الله الساعه 7. سينطلق الاستوديو التحليلي الخاص بها الساعة 6:30 بعون الله مع الزميل أنيس قواس. إلى ذلك الحين
دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء. بارك الله فيك كابتن.